يلا نطبخ فول مقلى بالزيت على الطريقة اللبنانية. رح نبدأ بالمكونات: فول، توم، كزبرة خضرة، لبن، طحينة، زيت زيتون، ملح وفلفل وفجل للتزيين. بالبداية رح نغسل حبات الفول، ننقعن بمي باردة وفنجان خل، نغسلن حبة حبة لنتأكد انه نطفوا من كل الشوايب منيح. منحطن بمصفاية لينشفوا من المي قبل ما نباشر بالتقطيع. هلأ بدنا نقسم كمية التوم اللي عنا، ما ناخد معلقة صغيرة نحطها فوق الطحينة اللي بدنا نعمل فيها الصوص اللي بده يتقدم جنب الفول، ومعلقة تانية نحطها فوق الكزبرة اللي بدنا ننهي فيها طبختنا. يلا نعمل الصوص. بجاط كبير منحط كمية اللبن كلها، منضيف عليها كمية الطحينة والثوم، منخفقها كتير منيح لتتجانس مع بعضها، ومندوقها. إذا حسينا بدنا ملح منزيد شوية ملح، ومنحتفظ فيها بالبراد لبين ما خلصنا طبختنا، ومنقدمها مع الطبخة. كتير لذيذة جنب الفول. هلأ بدنا نبدأ بتشريح حبات الفول. لازم ننتبه أنه الفول له خيط قاسي، كتير ضروري نتخلص منه ونشيله لأنه بضايق كتير بالأكل وما بيستوي أبدا بالطبخ. لكن إذا حبات الفول قطف جديد غضينه طرايا ما بيطلع هيدا الخيط بكل الحبات. بالنسبة لتقطيع حبات الفول، نجمع كل كم حبة مع بعضهم، منقطعهم لشرايح سمك الوحدة منهم 2 سنتي تقريبا بهالشكل الموضح بالفيديو، وبنكفي التقطيع والتنظيف لنخلص الكمية كلها. بعد ما خلصنا تقطيع كمية الفول كلها رح نطبخه بفنجان زيت زيتون، وبقية التوم اللي بقيت عنا، ملح رح نضيفه فوق الفول، وفلفل أسود. بطنجرة على نار متوسطة منضيف كمية الزيت كلها، ننطره ليحمى ومننتبه ما يحترق لأنه بغير طعمة الأكلة. منضيف باقي كمية الثوم على الزيت، منحركها كتير منيح لحتى يتجانس الزيت مع الثوم ويبلش يتحمر. لازم يوصل الثوم لهالدرجة من اللون الأشقر الحلو، ننتبه ما نحرقه أبدا لحتى ما يغير لون الطبخة أو يعطي طعمة مرار. منزيد كمية الفول كلها فوق الطنجرة. هلأ منزيد الفلفل الأسود والملح فوق الطبخة ومنحركها كتير منيح، ومنسكر الطنجرة لتبلش تستوي. بعد 10 دقايق إذا حسينا الفول ما بذل مي، نقدر نضيف فنجان مي أو فنجان ونص فوق الطبخة لتستوي. بعد 35 ل 40 دقيقة تستوي الطبخة، منضيف عليها الكزبرة والثوم، منحرك كتير منيح لحتى ما يضل في كتل بالطبخة أبدا وتمتزج مزبوط. أنا سكبت صحنين فول، بدي أعمل واحد بالخلطة وواحد سادة. منطلع الخلطة من البراد، منحركها كتير منيح قبل ما نحطها على الفول. فيكن تحطوها فوق الطبق بالكامل، بس أنا بحب حطها بهالشكل لحتى تعطي ديكور ومنظر شهي أكتر للطبق. منحطها هي وباردة فوق الطبق، وبس نخلص منبلش نصفصف حبات الفجل. بعد ما نخلص صفصفة حبات الفجل فوق الطبق، منرش رشة كمون إذا منحب. فيكن تستبدلوا الكمون بأي نوع بهار انتو بتحبوا نكهته مع الفول. أما بالنسبة للطبق التاني بكتفي برشة فلفل أسود فوقه، وبزينه بحبات الفجل. إذا ما بتحبوا الفجل فيكن تستعيدوا عنه بأي نوع خضار تاني انتو بتفضلوا تاكلوه جنب هالطبخة.
الطبق السادة هو الوصفة التقليدية اللبنانية، ناكل بالعادي جنبه لبن وأي نوع خضار منفضله. هيدا شكل الطبق النهائي. اعطوني رأيكم بالكومنتات واعملوا لايك وفولو سبسكرايب وشاركوا الفيديو مع اللي بتحبون. باي باي.